لا يعني انا بشخصيتي اصلا ما عنديش عقد، وما عنديش حاجه اسمها ان انا بقى عندي مشاكل نفسيه مع نادي او مع رابطه، ما عنديش الكلام ده خالص. اللي بيحكم العلاقه دايما ما بين الانديه واتحاد الكوره او الرابطه هي اللوائح. والحقيقه مش معقول اكون انا من الناس اللي بيحطوا اللوائح ولا اطبق اللوائح. الموضوع ده طبعا كان هناك يمكن ضيق وقت انه نقدر نحدد حكام اجانب او غيره. انما في نفس الوقت احنا لا ننسى ان مسؤوليتنا الكبيره ان احنا نطور حكامنا ونحسن من ادائهم، وان هم يكونوا على المسار الصحيح، يكونوا متواجدين في المحافل الدوليه. احنا بنتكلم دايما على الجزء المحلي، ان مفيش حد بيتكلم انه ليه ولادنا ما بيجوش في كاس العالم، ليه ما بيمثلناش. فالفتره اللي فاتت كان في اخفاقات كتيره، احنا بنشتغل على ان احنا نطور حكامنا. عندنا مشروع جديد اكاديميه الحكام الصغار بنشتغل عليه، ان شاء الله يطلع نور. وفي نفس الوقت لما الاخوه في الرابطه والنادي الاهلي طلب مع مجموعه الانديه في اجتماعهم قبل ما انا موجود يكون في خبير اجنبي، احنا موجود معانا حاليا الخبير الاجنبي هو يعتبر الانستراكتور نمره واحد في الاتحاد الدولي، او الباحث او الاداري او المعلم. هو موجود نمره واحد في الاتحاد الدولي. اعتقد ان هو بيشتغل شغل متميز هيظهر خلال الفتره الجايه، واحنا لازم طبعا ندي الثقه لحكامنا ولا نغفل هذا الدور. انما اي نادي عنده اللي هو الصلاحيه انه يطلب حكام لها قواعد ولها لوائح نقدر ننفذها، حتى لو بنقول 14 يوم لو عندنا وقت ويكون وقت مناسب وعندنا امكانيه ان احنا في خلال نتغاضى عن مساله الايام ونساعد انه يكون كل الانديه بتلعب باريحيه وعندهم ثقه ان هو في ان عايز ياخد حقه بالزياده. ما عنديش هذه المشكله خالص ولا عندنا هذه المشكله. انما يمكن الفتره اللي فاتت